حلقة الجمل بتاعت النهاردة هناخدها في شكل لعبة. هلو، أنا سيف الله وأنت بتتفرج على سلسلة كل 6 شهور لغة. النهاردة هي الحلقة التانية من كورس اسمهاش جملة صعبة. لو ما شفتش الحلقة الأولى شوفها الأول، بعد كده خش على حلقة النهاردة. مبدئيا كده بعتذر النهاردة عن التأخير في تنزيل المحاضرة نظرا للمرض، أسألكم الدعاء. زي ما قلنا النهاردة هناخد الجمل في شكل لعبة. يلا بينا يلا بينا. هديك الجملة في شكل كلمات متقطعة متفرقة. هقول لك الكلمات الأول دي وبعد كده انت توقف الفيديو تحاول انك انت تكون الجملة المفيدة، حتى لو في كلمات انت عمرك ما خدتها وعمرك ما سمعت عنها قبل كده. حاول انك انت تشغل المنطق، اللي هو هتقول الكلمة وبعد كده تبدأ تقرأها وتسأل نفسك هي الوزن بتاع الجملة دي صح؟ ينفع ان هو يبقى بالشكل دوت ولا ما ينفعش؟ بعد كده شغل واسمع الجملة كانت عاملة ازاي بالظبط. اول جملة، اول كلمة فيها هي بن، BEN بن. تاني كلمة فيها هي R. تالت كلمة هي how كيف، how. رابع كلمة فيها هي you. وقف كون وبعد كده شوف انت كونت صح ولا لا. كونت صح ادي لنفسك واحدة very good. الجملة دي هتبقى ازاي بقى؟ طبعا شيء بديهي لما يبقى فيه سؤال لازم 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 صيغة السؤال بتيجي في الأول. فانت لو فكرت بالطريقة دي يبقى انت ماشي بالتفكير السليم، انت انسان منطقي. How are you been? How are you been? كيف حالك؟ كيف كنت؟ How are you been؟ بدون الدخول في القواعد العميقة، لسه هناخد الكلام ده قدام، ولكن been دي معناها ان انا بتكلم عن حاجة نوعا ما في الماضي. أني ماضي فيهم لما نيجي ساعتها هنعرف ان شاء الله. تاني كده الجملة اسمها ايه؟ How are you been؟ How are you been؟ الجملة التانية من كلمتين بس، يا ترى انا مرتبهم صح ولا هم معكوسين؟ انت فخمن بقى وفكر مع نفسك. اول كلمة في الجملة التانية هي matters، بالانجليش العادي matters، matters matters خلاص، اللي هي مهم. الكلمة التانية details، تفاصيل details. وقف كون وبعد كده شوف انت جبتها صح ولا لا. طبعا هنا الجملة بتقول التفاصيل مهمة فهتبقى details matters. details matters details matters details matters. الجملة الثالثة فيها 4 كلمات، كلمة منهم حرف واحد. تعال كده نقول مع بعض. A، الكلمة الثانية it's، الكلمة الثالثة matter، الكلمة الرابعة family. وقف كون وشوف هتجيبها صح ولا لا. الجملة بقى بتاعتنا هتبقى ايه؟ هتبقى it's a family matter، إنها مسألة عائلية. It's a family matter. It's a family matter. الجملة الرابعة فيها 4 كلمات. تعال نقولهم كده. I، بعد كده you، بعد كده forgive ليسامح forgive. آخر كلمة في الكلمات ال4 هي of course. وقف كون وشوف هتجيبها صح ولا لا. الجملة دي معناها بالطبع أنا أسامحك، فهتبقى إيه؟ of course I forgive you. 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 تخش على الجملة رقم 5. 4 كلمات ال4 صغيرين. you، التانية it's، التالتة to، الرابعة up.
دي الجملة دي صعب قوي انك انت تمشيها بالمنطق لان هي مستحيل تترجم ترجمة حرفية. خلاص وقف كون ولو جبتها تبقى عبقري. الكلمة دي بقى او الجملة دي هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى it's up to you. It's up to you. It's up to you. معناها الامر متروك لك، اعمل اللي انت عاوزه، الامر متروك لك. It's up to you. It's up to you. الجملة السادسة فيها 3 كلمات. get G-E-T get، بعد كده started بعد كده let's قلنا let's كتير النهارده. let's دعنا، let's دي معناها دعنا. خلاص let's وقف كون وبعد كده شغل واسمع وشوف انت جبتها صح ولا لا. الجمله دي هتبدا بالlet's. هي غالبا لما تشوف let's اعرف ان على طول الجمله بتبدا بيها. let's get started. let's get started دعنا نبدا. let's get started دعنا نبدأ. آخر جملة معانا النهاردة، سوري ما خدناش جمل كتير، نعوضها لكم إن شاء الله في حصة الجمل القادمة. 3 كلمات بتتكون منهم الجملة الأخيرة. at don't sweat. at don't sweat. الجملة هتبقى وقف الأول كون وبعد كده شوف انت جبتها صح ولا لا. don't sweat it. 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 sweat it. sweat it. S-W-E-A-T. خلاص don't sweat it. دايما في don't ما بنتكاش على التي اللي في الاخر دي، ما نقولش don't sweat it، لا بنقول don't sweat it. don't sweat it تحسها كده هتقلب في الاخر على حرف الهمزه كده. ان شاء الله في حلقه الصوتيات لما نيجي للموضوع ده هنبقى ناخده بمنتهى التفصيل. ده معناها الامر مش مهم، ما تشغلش بالك، الموضوع هيعدي. خلاص don't sweat it. اتمنى حلقة النهاردة تكون قصيرة وخفيفة وعجبتك. ما تنساش تعمل اشتراك وتبعت الفيديو للناس لان عدد القناة صغير قوي. اشوفك ان شاء الله في حلقة بكرة والسلام عليكم.